منها رياض بودبوز، واحد من المختصين. اللاعب اللي يلعب معاه في قلب الهجوم اليوم اسمه كادياكا. ثالثة من زمن بداية المباراة تنفذ بشكل قوي، والدفاع يتدخل من قبل الدفاع. سجل مبكر، والشبيبة حافظ هذا الدرس جيدا، وبالتالي لن يترك هذه الأمور أمامية لمصلحة الاتحاد. المنستيري عادت في منتصف الميدان للشبيبة، 1-2 تسير المباراة بالشكل اللازم. كرة أمامية باحثة عن المهاجم كادياكا، كالعادة تهيأت لاستقبال فريق شبيبة القبائل، مرمى لدفاع فريق شبيبة القبائل، وكذلك زين الدين بلعيد المستخدم الجديد في صفوف شبيبة القبائل. بلمسة في المنطقة، رايان عزوز إلى الجانب الأيمن، ضغط على حمل الكرة من جانب فريق شبيبة القبائل. فخر الدين بن يوسف، هي فعلتها الشبيبة وافتتحت مجال التسجيل. قلنا في البدايات هي العب يا الزعيم العب. هل تعرفون ما معنى الزعيم؟ إذا جلس على كرسي الصدارة من الصعب أن تزيحه. إذا كان في يومه فعليك أن تغير المكان، لأن حظوظك معه ستكون ضئيلة جدا. إذا واجه المنافسين سيرتعدون منه خوفا ويضعفون أمامه ويضعون ألف حساب. مهما سقط، مهما تعثر، مهما غيبته الظروف، سيعود ليتصدر المشهد من جديد. هذا هو شبيبة القبائل، وهذه هي انطلاقة البدايات من نيا. هنا طلب الكرة وهنا وضعها بشكل رائع من مسعود إلى، ووجب أن ترد أنت أيضا عليه فوق أرضية الميدان. هذا هو حال لسان جمهور فريق شكرسار. اللمسة إلى الأمام بالراس، هذا مباشرة باتجاه محمود غربال، يبحث عن التوزيع داخل منطقة الجزاء والإبعاد. تونسية وصلت إلى الجهة اليسرى بنجمة المعاكسة التي يقودها أخريب في المنتصف. أخريب بلمسة هنا من قبل نشاط بعيدة لمصلحة الفريق التونسي الاتحاد المنستيري، والتدخل على المهدي قنوني في اللقطة الماضية. تترك وتنفذ بالشكل اللازم داخل منطقة الجزاء من قبل المهدي قنوني، وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة عناصر فريق شبيبة القبائل. نفذت بشكل مباشر، كانت صعبة الكرة الماضية، مرت بردا وسلاما على دفاع الكاميري. كرة لمصلحة عناصر شبيبة القبائل بلمسات قصيرة. فارس نشاط يضيعها، وتوج أيضا بكأس السوبر سنة 2021. ثم الانطلاقة صعبة داخل منطقة الجزاء، مرت هذه الكرة وحالة تسلل كانت على كل حال في اللقطة الماضية على هجوم النادي الرياضي المنستيري. النادي الرياضي المنستيري مشاهدينا الكرام اللي قلت منذ سنة التأسيس إلى غاية 2017 الفريق الذي ارتقى فوق الجميع ووضع الكرة في الشباك مدركا التعادل. 1-1 الآن. اسمع التشجيعات وردة فعل جمهور شبيبة القبائل. هدف جاء في منتهى الروعة بعدما نفذت الكرة وحده تماما. الرقابة اللصيقة هنا لم تكن بمعادلة النتيجة بعدما استقبل الهدف. الأمور أصبحت عليه صعبة جدا. الذي أصيب على مستوى الرجل في لعب الكرة بالشكل اللازم. انطلق مسعود الخطير، تدخل قوي من أمام حكم المباراة. هنا البطاقة الصفراء من دون شك فعلا على المدافع التونسي بعد التدخل القوي جدا والزائد على اللزوم امام الخطير جدا بلال المسعودي، الذي لو توغل في اللقطة هذه داخل منطقة الجزاء لكان هنالك كلام آخر مختلف تماما.
مجبرين على السكوت. رياض بودبوز يحضر، أين هي التسديدة قوية خطيرة داخل منطقة الجزاء، وضعية لفعلها أو كأس الكاف أيضا لما لا تكون لمصلحة شباب الأستاذ أو سواء توجت بها فريق شبيبة المالكي. هي مباراتك يا مالكي، هذه المباريات اللي تعطيك ثقة أكبر، لتصنع منك لاعب قوي جدا. هذه المباريات بينما الفريق التونسي يستعد لإجراء تغييرا دفعة واحدة في هذه فوق أرضية الميدان. حديد مباشرة إلى بوجمعة، يقف على كرته بوجمعة. يا مالكي وصلت إلى النشاط، وزعها يا نشاط داخل منطقة الجزاء لبعد إلى ركنية جديدة لمصلحة فريق شبيبة القبائل. أصبح أكثر ضغطا، أصبح أكثر بحثا، أصبح أكثر تحركا منذ بداية الشوط الثاني. وفارس نشاط عامل مباراته أكثر من الجهة اليمنى خاصة هجوميا، وسع بهذا الشكل والدفاع كان رائع جدا عن طريق محمود الغربال. وصلت إلى محمود الغربال، راوغ وموه بالشكل اللازم. محمود الغربال الظهير الأيمن إلى فخر الدين بن يوسف. بوجمعة الشبيبة أفضل أحسن في الشوط الثاني، أكثر حفاظا، الأقل ممتع. وصلت لمالكي، اضرب يا مالكي، اضرب يا مالكي، التحضير الثاني لا 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 لا, لا. ولكن ضيعها مداني خطيرة. وحديد ما أروعك يا حديد في الصد الرائع جدا من أمام خطأ فادح من قبل مداني، ولكن حديد كان بارعا متميزا في اللقطة الماضية، فقد توازنه مداني. حديد قال له إن لم أمسكها بيدي فقدمي اليمنى كفيلة بإنقاذ الموقف في اللقطة الماضية. الكرة إلى مالكي، حضرها مالكي، ضرب الكرة مالكي بعيدة، ولكن قبل ذلك حالة تسلل على مالكي. الشوط الثاني على كل أفضل بكثير من جانب هجوم فريق شبيبة القبائل. ليس هناك حالة تسلل على كل حال في اللقطة الماضية لمالكي. لحظة الخضراء والصفراء، والأجواء كذلك في الملاعب الجزائرية أيضا سيتعبه الانتظار حتما. الانطلاقة من بابكر صار في منتصف الميدان لمصلحة، لا زالت لمداني داخل منطقة الجزاء. إبعاد يأتي مداني يصارع ثم تتحول للتونسي، تنفذ على مستوى القائم الأول. وأيمن محيوس رائع جدا، لمسة وانطلاقة الآن لفائدة ريان عزوز، يحاول التوزيع ورائع جدا بابكر صار في التغطية الدفاعية والقراءة الجيدة، والإبعاد إلى رمي التماس. ركنية قال حكم المباراة. شوف الصخرة، شوف الضغط الجماهيري.